السلام عليكم. وصفتي النهاردة النجريسكو. مش هقول لكم على طريقة المطاعم ولا الطريقة الفلانية، هي طريقتي أنا المتواضعة. شوفوها ويا رب تعجبكم. معانا هنا طاسة على النار فيها 3 معالق زيت. أنا يعني انتوا هتستغربوا طبعا لأن أنا طريقتي مختلفة شوية. 3 معالق من الزيت. ومعانا طبعا نص كيلو أو كيلو إلا ربع من صدور الفراخ، أنا مقطعاها مكعبات كبيرة شوية. الفراخ طبعا الكمية حسب رغبتكم انتوا. هنحطها في الزيت وهو سخن، وهنسيبه على النار شوية وهنقعد نقلب فيه لغاية لما ياخد لون كده زي ما انتم شايفينه، اللون الدهبي الحلو ده. يا ريت الفراخ تقطعوها تكون يعني كبيرة شوية علشان ما تدوبش في قلب الصينية. معانا هنا بصلتين متقطعين جوانح، هننزل بيهم بعد ما اتأكدنا ان الفراخ اتحمرت وبقت تمام. بس كده هنقلب فيهم مع الفراخ. وهننزل هنا فصين من الثوم الفريش طبعا، يعني انتوا عارفين انا بحب الثوم الفريش. وهنقلب بقى برضو كويس كله مع بعضه. وهنا معانا مكعب مرقة دجاج، هو اختياري بس انصحكم تحطوه. بس هنقعد نقلب البصل مع الفراخ كويس جدا لغاية لما البصل ياخد لون كده مكرمل. هنا نزلت بمعلقة من الملح أو حسب الرغبة. الفلفل الأسود. بس كده البصل خد لون كرملة معانا. بعد كده هننزل بالخضار، الفلفل الألوان يعني. طبعا الفلفل الألوان بننزل بيه في الآخر لأن احنا عايزين الفلفل ما يستويش، عايزينه يفضل فيه القرشة ديت، يعني ما يعني بالظبط دقيقتين على النار مع الفراخ والبصل وهنرجع نطفي عليه. مش عايزينه خالص يدبل ولا يفقد ألوان. شوفوا يعني قد إيه جمال ألوان. هنا معانا في حلة تانية 6 معالق دقيق بدون أي زيت ولا سمنة ولا أي مادة دهنية، لأن أنا بحب إن أنا عايزاكم تدوقوا طعم الزبدة والقشطة في البشاميل من غير ما نحط لها دهون كتير. وهي دي الطريقة اللي أنا دايما بعملها، بفضل أقلب في الدقيق لغاية لما أشوف لونه ذهبي. وهيتقلب معاكم وهيحمر وهيبقى تمام. لما يبقى لونه ذهبي بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده هننزل عليه ب4 كوبايات من الحليب اللي هو بدرجة حرارة المطبخ العادية، وبعدين كوبايتين من الشوربة. ولو ما عندكوش شوربة تقدروا تعملوا مية سخنة مع مكعب مرق الدجاج. هنقلب كويس جدا كله مع بعضه. هنا نزلت بالملح بتاعنا والفلفل الأسود، كل ده واحنا بنقلب كويس جدا. بشاميل النجريسكو بيكون خفيف مش زي البشاميل. هنا نزلت بقى بقطعة الزبدة البلدي الحلوة اللي انتوا هتحسوا كأننا حطينا كيلو زبدة، بس هي ليه طعمها هيبان لأن احنا حطيناها في الآخر، ما تعرضتش للنار المباشرة. وهنا طبعا حطيت برضه معلقتين من القشطة. ده كله خلاص احنا بنطفي النار دلوقتي، البشاميل كده جاهز معانا وبيبقى بالقوام ده، لازم يكون خفيف. هنا معانا نص كيلو من المكرونة، سلقناها وصفيناها كويس وحطيتها في الصينية البايركس اللي هتدخل الفرن على طول عشان يعني ما نعملش مواعين كتير. حطيت عليها الخلطة اللي احنا عملناها، الفراخ بالخضار، وقلبناهم مع بعض كلهم. وهنا هننزل عليهم بنص كمية البشاميل، هنقلبهم كلهم على بعضهم في الصينية. بس هنقلبهم كويس ونتأكد إن البشاميل يعني اختلط بكل المكونات. بس كده بنساوي الصينية كويس. وبعدين هننزل بباقي البشاميل بقى على الوش. بس كده وهنساوي الصينية كويس ونستعد بقى لدخولها الفرن. أنا متأكدة إن انتوا هتحسوا بدسامة قطعة الزبدة وقطعة القشطة اللي احنا حطيناهم في الآخر، وهتحسوا إن احنا شغالين من البداية بكمية دهون رهيبة. بس هنا على الوش شوية موزاريلا خفيفة بس.
وخلاص بندخلها على أعلى درجة حرارة عندنا في الفرن. لو المروحة موجودة عندكم بنشغلها، مش موجودة خلاص ممكن تشغلوا الشواية في الآخر عشان تاخد الشكل الجميل ده. وألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. أتمنى إن انتوا تجربوا طريقتي هتعجبكم. واللي مشتركش في القناة يا ريت يشترك ولايك وشير، ويا ريت تقولوا لي تعليقاتكم. وشكرا.